مساء الخير، والنهارده هنتكلم على فيلم بولوموندو. عمركم شفتوا واحد في الدنيا ياخد خازوق بسبب انه كان هيشتغل في الفيلم ده وما اشتغلش فيه، وبعد كده لما الفيلم يتعرض وانا وصاحبي نشوفه يشتمني بسبب الفيلم ده؟ والله زي ما بقول لك كده، انا اخدت خازوق في الفيلم ده واتشتمت بسبب عرضه. فيلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، وتابع اخوك. فيلم بولوموندو، الفيلم ده مسبب لي ذكرى سيئه جامده جدا، انا عايز اقول لكم ان انا بعاني منها لغايه دلوقتي. وتبدا حكايتي مع فيلم بولوموندو ان انا في حد محترم في الوسط الفني عرفني بالاستاذ محمد ناصف المنتج الفني. كلام جميل وكلام معقول، وقلت يا رب يا مسهل الحال يا رب ونشتغل وتبقى فتحه خير. المهم ما اطولش عليك، قول لا اطول. الاستاذ محمد ناصف قال لي ان شاء الله الفيلم الجاي هتبقى معايا فيه كممثل يا استاذ محمد، والراجل عامل لي بمنتهى الاحترام، اقسم بالله يعني مش عايز اقول لك، حسيت ان انا باشا يعني. جيت ابص لقيت استاذ محمد نزل فيلم كده انا مش فاكر اسمه ايه، فبقول له يا استاذ محمد انت خلصت فيلم وما خدتنيش؟ قال لي لا 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 ده فيلم قديم. قلت خلاص مش مهم، ان شاء الله اللي جاي بقى، احنا خلاص الراجل بيعاملني بمنتهى الاحترام. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ بعدها بشويه كده ودخل على شهر رمضان، وطبعا هو الاستاذ محمد ما كانش بيعمل حاجه دراما في رمضان يعني، فقلت ان شاء الله بعد رمضان اتواصل معاه ولعله خير. جيت ابص لقيت المفاجاه، فيلم هارلي نزل. الله، ده محمد رمضان والعمليه جامده وانتاج سعودي. الله لا 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 لا، منتج فني استاذ محمد ناصف، لا كده في حاجه غلط. قمت مكلمه، يا استاذ محمد مش انت كنت وعدني ان الفيلم ده ان شاء الله انا هشتغل معاك فيه؟ قال لي والله يا محمد انا عايز اقول لك ان الفيلم ده جاي لي اصلا متسكن من الالف للياء متسكن. طبعا انا مش صغير يعني، متسكن ازاي يا منتج يا فني؟ يعني انت اكيد من الالف للياء الفيلم تحت منك. بس انا قلت ايه، ما ترجمش الدنيا معاه وهي ماشي يا عم، لعل وعسى سقطت منه، يمكن اللي جايه احسن. فسكت وقلت انا مش هكلمه تاني، والله عايز يشغلني يشغلني، مش عايز يشغلني مش هيشغلني، لو ليا رزق في اي حاجه هاخدها من بق السبع غصب عن اي حد. فسكت شويه كده ولقيت ايه، رساله على الواتساب، ببص للاستاذ محمد ناصف، ايه ده؟ لقيته يقول لي يا محمد ابعت لي الشريط بتاعك وموقفك النقابي وابعت لي صور ليك والحياه لوز. قلت طب تمام يا معلم، قمت بعت له كل حاجه. قلت له يا استاذ محمد في حاجه ولا ايه؟ قال لي انا بعمل فيلم اسمه بولوموندو، وان شاء الله انت معايا فيه حوالي 3 أو 4 مشاهد، واعمل لك حاجه حلوه قوي مع حسن الرداد. قلت الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الف حمد والف شكر. قمت قايم متوضي وصلي ركعتين شكر لله، وقلت لعل وعسى فتحه خير، يلا بقى يا معلم قول يا رب بقى وايه ونشتغل وشلها عيش. فبالتبعيه بدات اهتم طبعا بالفيلم، واخش بقى على جوجل والفيلم بطوله مين واخراج مين والحوارات ايه وامتى هيبدا والاسبوع الاولاني امتى، عارفين قاعد له ليل نهار. اجي ابص بعد شويه كده الاقي ايه، انتهاء الاسبوع الاولاني من الفيلم. قلت مش مهم، كده كده الفيلم بيتصور في 3 اسابيع او في شهر، فقلت اكيد الراجل مش هينساني، ده هو بنفسه اللي دخل لي لوحده من غير ما انا اقول له وقال لي ابعت لي الشريط بتاعك، يبقى اكيد هو فاكرني. الاسبوع الثاني يعدي اقول يا نهار ابيض يا جدعان في ايه، هم ينسوني ولا ايه؟ بس لا 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 انا حاطط في بطني طيخه صيفي، ده الراجل هو اللي كلمني يا جدعان، لا 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 هشتغل ان شاء الله انا هشتغل. الاسبوع الثالث لا 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 قاعد بقى ايه حاطط ايدي على قلبي، بس قلت لا 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 خلاص، هي اكيد في الاسبوع الرابع الاسبوع الاخير ده هنجيب جون ايه في الدقيقه ايه بلس 90. انا فاهم، انا عارف الحاجات دي اصلا، انا عارفها، الراجل مهتم بيا والراجل بيعاملني بمنتهى الاحترام، اقسم بالله هقلق منه ليه؟ جيت ابص لقيت لك ايه الفيسبوك بقى والدنيا كلها فركش فيلم بولوموندو، اللي هو طخ قلم على قفايا جامد وجعني. فركش ايه يا عم؟ فركش ايه يابا؟ ايه الكاميرا الخفيه دي؟ ده انا كل اسبوع بمسي عليه على الواتساب ويقول لي ما تقلقش يا عصمت ما تقلقش والله انت معايا خلاص انسى. فقلت ايه ده في ايه؟ قمت بعت قلت له يا استاذ محمد انا سمعت ان الفيلم خلاص فركش، هل الكلام ده صحيح؟ لقيته بيقول لي يا محمد معلش والله اصل كده في ظروف حصلت وانت مش معايا. ظروف ايه يا عم؟ قمت رايح مكلم صاحبي المحترم اللي كان باعتني ليه عشان اشتغل، قلت له في ايه يا عم؟ الراجل عمل معايا كذا 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 كذا، انا اصلا ما بتكلمش مع حد خالص اليومين دول في شغل، عشان لو قال لي تعالى فمفضي له نفس الشهر ده كله، ولا عمري اتكلمت مع مخرج ولا منتج ولا اي حاجه بحيث ان لو جالي شغل اقول لا انا داخل بالموندو. اما الراجل مشكورا مكلمه وقال له يا استاذ محمد ايه اللي حصل؟ قال له والله يا استاذ فلان، عشان مش عايز اقول اسامي بالرغم انه راجل محترم، قال انا كنت عامل له 3 مشاهد فعلا والله مع حسن الرداد، بس لظروف انتاجيه، اصل الموضوع عندنا الانتاج عندنا واقع شويه فشلنا ال3 مشاهد بتوعه. قلت له ايه ده يا معلم؟ يعني ال3 مشاهد بتوع ارمط الوحيده اللي اتشالت عشان خاطر مشاكل انتاجيه؟ يا جدعان انتاجيه ايه؟ ده انتاج سعودي، هي السعوديه عندها مشاكل انتاجيه؟ هم بالصلاه على النبي يعني فلوس زي الرز. اما قال لي معلش يا محمد ان شاء الله الفيلم الجاي تكون ايه معايا. قلت له يا عم وانا لسه هستنى الفيلم الجاي واتعشم تاني؟ ما خلاص كده هي ايه بانت. بعد كده عرفت
ان الاستاذ محمد ناصف حد قال له من الناس اللي هي بتكرهني او متضايقه مني، قال له واقف قصادي، او انا كنت بعتبرهم اصحابي، ما تشغلش الواد ده. فقلت مش مهم، قدر الله وما شاء فعل. وزي ما قلت لكم لو ليا رزق في حاجه هاخدها غصب عن عينه، بس ماليش رزق فخلاص. فقلت اما اصبر نفسي، ما يمكن فعلا انتاجيا الظروف ما كانش قوي يعني، فشالوا كام مشهد كده ومن ضمنهم ال3 مشاهد بتوعي، فما تحبكهاش قوي يا محمد وما تزعلش، لاني كنت رامي امال وطموحات بصراحه على الفيلم. بس قلت ايه، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. فنخش بقى على الفيلم بقى واحكي لكم ايه قصه الفيلم. فمن كام يوم كده عديت على واحد صاحبي في المحل بتاعه، قلت اما اقعد معاه اشرب شويه شاي كده ولا حاجه، وفي الاخر نقفل ونروح. فخلاص بنلم المحل بتاعه وماشيين، ليه بيقول لي ده عصمت فيلم بوليموندو هيبدا. ما طبعا انا كنت خارب الدنيا بقى، وعصمت جاي وعصمت رايح وعصمت فوق السطوح وعصمت ماشي على الحيط وبوليموندو والناس كلها عارفه. قال لي ايه ده، فيلم بوليموندو هيبدا، مش ده اللي انت كنت بتشتغل فيه؟ قلت له اه. قال لي طب ما نقعد نتفرج عليه. كانت الساعه كام بقى؟ 2:30 بالليل اقسم بالله. فقلت له يا عم احنا عايزين نروح ننام. قال لي يا عم اما نتفرج يا عم ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وانا بيني وبينكم عايز اتفرج برضه على الفيلم. اتفرجنا على الفيلم، ويا ريتنا ما اتفرجنا على الفيلم. انا عايز اقول لكم حاجه، انا كنت متابع هل الفيلم فقير انتاجيا زي ما وصلني ولا لا. جيت ابص لقيت ان الفيلم عباره عن صرف بس، يعني في حد معاه فلوس كتير قوي بيصرف بس مفيش فيلم. وعايز اقول لكل واحد شاف الفيلم، طبعا انت اكيد متضايق انك شفت الفيلم ده، وعايز اقول لاي حد ما شافش الفيلم يا بختك يا ابن المحظوظه انك ما شفتش الفيلم ده. ده مش فيلم، ده عباره عن، عارفين انتوا الفيديوهات بتاعت العيال اللي هي الشوحه دي اللي بتبقى على الفيسبوك يعملوا افلام كده اي هجايز؟ الافلام اللي هي دي على الفيسبوك دي اعتقد عامله زي فيلم بوليموندو ده. فيلم وحش قوي قوي قوي. بس هو في حاجه واحده بس، محبين الافلام لو انت ما شفتوش وبعد الفيديو بتاعي هتشوفه، انا بريء منك ماليش دعوه. الفيلم ده عباره عن بنات كتير قوي حلوه وفي خاد ولا مؤاخذه صدور، تحس ان الفيلم طالع من كنتاكي. فانت لو ما شفتش الفيلم وبعد الكلمتين دول حاولت تشوفه، شيل انت ذنبه، انا ماليش دعوه، ما تتفرجش على الفيلم، عشان الفيلم كله بنات موزز جامده قوي وعريانه قوي، وما شغلونيش خالص، اصل ما عندهمش انتاج، هم عاملين يصرفوا بس. اولا لا قصه ولا سيناريو ولا حوار. يعني ايه واحده في الشهر الثامن راح تولد في امريكا عشان خاطر ابنها ياخد الجنسيه الامريكيه، فيكتشفوا في المطار ان هي حامل فيرجعوها في نفس اليوم اللي هي سافرت فيه. انا بقيت قاعد اقول ايه ده، هو في ايه؟ ده مصر كلها، مصر كلها ايه؟ العالم كله شايف ان بطنها 2 متر قدام. ايه اكتشفوا في المطار ان هي حامل؟ انا مش فاهم في ايه. طيب نرجع للفيلم. حسن الرداد كالعاده ما بيقدمش اي حاجه. اقول لكم على حاجه والله العظيم، لما قالوا لها هشتغل فيلم بوليموندو مع حسن الرداد، قمت قال حسن الرداد؟ هو حد بيتفرج على حسن الرداد؟ هو بصراحه ما بيعرفش يمثل اصلا. بس انا قلت مش مهم، لما اكبر ان شاء الله كده وابقى مشهور ويقولوا لي انت بدايتك في السينما عملت فيلم مثلا كذا وكذا وكذا وبوليموندو، اقول لهم لا انا كنت في الاول ما كنتش ليا الاختيار، انا كنت مجبر زي ما الناس بتقول كده دلوقتي، ولازم تشتغل عشان خاطر تظهر. فكده ابص لقيت ايه يا مؤمن، ان احنا رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا. والله العظيم قلت ايه، حسن الرداد اشتغل مع حسن الرداد ما حدش هيتفرج عليه. فجيت ابص لقيت ايه، لا ما شغلنيش كمان، واتفرج على الفيلم يا معلم. ماسخ ما فيهوش افيه، حتى الممثلين الكويسين جدا اللي بيعرفوا يمثلوا اصلا في الفيلم بيمثلوا في الفيلم ده وحش جدا. والمشكله ان المخرج ياسر سامي، يا عم ياسر انا بحترمك، انا شايف ان انت من المخرجين المحترمين العباقره، انت كنت خارب الدنيا في الكليبات، ولما دخلت السينما اعتقد عملت حاجه كويسه. ايه بوليموندو ده؟ وايه الجرافيك اللي في الاخر بتاع البيت لما بيتحرق ده؟ ده انا اعمل احسن منه وانا في شقتي هنا. ايه يا عم الجرافيك ده؟ ده انت عامل مصيبه يا عم ياسر يا سامي. ده منظر جرافيك يا راجل، قاعد بتفرج اقول ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده يا جدعان؟ ده الجرافيك ده ما شفتوش من ايام الف ليله وليله بتاعت شريهان. فاكرين زمان شريهان وتلاقي البحر كده وهم عاملين يعملوا كده في البحر، الجرافيك اللي عمله ياسر سامي في فيلم بوليموندو زي بالظبط الجرافيك اللي في دوريمي فاتوتا ثلاثي سامورا. شوف فاكرين انتوا الجرافيك والحاجات اللي كانت الانبهار ساعتها دي؟ ياسر سامي عامل كده في الفيلم بتاع بوليموندو. ففيلم بوليموندو عباره عن ناس صارفه بس، لكن مفيش فيلم وما تتفرجش عليه، وانت اللي دماغك هتاكلك وتقول ما اتفرج عليه، شوف الموزز اللي فيه هتاخد ذنبهم. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. فانا دلوقتي قلت لك حاجه مهمه جدا ما تعملهاش، انك ما تتفرجش على الفيلم. الحاجه المهمه الثانيه اللي لازم تعملها انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتستناني، عشان انا كل يومين 3 هعمل لك فيديو واكلمك عن مصيبه في فيلم. وعلى فكره
في افلام حلوه جدا شفتها وهتكلم عنها. سلام عليكم.